فريد. قالت شهريار للملك شهرزاد: بلغني أيها الملك السعيد أنه كان تاجر من التجار كثير المال والمعاملات في البلاد، قد ركب خيله يوما وخرج يطالب في بعض البلاد، فاشتد عليه الحر، فجلس تحت شجرة وحط يده في خرجه وأكل كسرة كانت معه وتمرة، فلما فرغ من أكل التمرة رمى النواة، وإذا هو بعفريت طويل القامة وبيده سيف، دنا من ذلك التاجر وقال له: قم حتى أقتلك مثلما قتلت ولدي. فقال له التاجر: وكيف قتلت ولدك؟ قال له: لما أكلت أنت التمرة ورميت نواتها، جاءت النواة في صدر ولدي فقضي عليه ومات من ساعته. فقال التاجر للعفريت: اعلم أيها العفريت أني علي دين، ولي مال كثير وأولاد وزوجة، وعندي رهون، فدعني أذهب إلى بيتي وأعطي كل ذي حق حقه، ثم أعود إليك، ولك علي عهد وميثاق أني أعود إليك، فافعل بي ما تريد، وربي على ما أقول وكيل. فاستوثق منه الجني وأطلقه، فرجع إلى بلده وقضى جميع حوائجه، وأوصل الحقوق إلى أهلها، وأعلم زوجته وأولاده بما جرى له، فبكوا، وكذلك جميع أهله ونسائه وأولاده. وأوصى وصيته وقعد عندهم إلى تمام السنة، ثم توجه وأخذ كفنه تحت الطه، وودع أهله وجيرانه وجميع أهله، وخرج رغما عن أنفه، فأقاموا عليه العياط والصراخ، فمشى إلى أن وصل إلى ذلك البستان، وكان ذلك اليوم أول السنة الجديدة. فبينما هو جالس يبكي على ما يحصل له، وإذا بشيخ كبير قد أقبل عليه، ومعه غزالة مسلسلة، فسلم على هذا التاجر وحياه، وقال له: ما سبب جلوسك في هذا المكان منفردا؟ ألا تعرف أنه مأوى الجن؟ فأخبره التاجر بما جرى له مع ذلك العفريت وسبب قعوده في هذا المكان. فتعجب الشيخ صاحب الغزالة وقال: أقسم يا أخي ما دينك إلا دين عظيم، وحكايتك حكاية عجيبة، لو كتبت بالإبر على آناق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. ثم إنه جلس بجانبه وقال: أقسم يا أخي لا أبرح من عندك حتى أنظر ما يجري لك مع ذلك العفريت. ثم إنه جلس عنده يتحدث معه، فغشي على ذلك التاجر، وحصل له الخوف والفزع والغم الشديد والفكر المزيد، وصاحب الغزالة بجانبه، وإذا بشيخ ثان قد أقبل عليهما، ومعه كلبتان سلقيتان من الكلاب السود، فسألهما بعد السلام عليهما عن سبب جلوسهما في هذا المكان، وهو مأوى الجن، فأخبراه بالقصة من أولها إلى آخرها، فلم يستقر به الجلوس حتى أقبل عليهم شيخ ثالث ومعه بغلة زرزورية، فسلم عليهم وسألهم عن سبب جلوسهم في هذا المكان، فأخبروه بالقصة من أولها إلى آخرها، وليس في الإعادة إفادة. وإذا بغبرة هاجت وزوبعة عظيمة قد أقبلت من وسط تلك البرية، فانكشفت الغبرة، وإذا بذلك الجني وبيده سيف مسلول وعيونه ترمي بالشر، فأتاهم وجذب ذلك التاجر من بينهم وقال له: قم حتى أقتلك مثلما قتلت ولدي وفلذة كبدي. فانتحب ذلك التاجر وبكى، وأعلن الشيوخ الثلاثة بالبكاء والعويل والنحيب. فأقبل منهم الشيخ الأول وهو صاحب الغزالة، وقبل يد ذلك العفريت وقال له: أيها الجني وتاج ملوك الجان، إذا حكيت لك حكايتي مع هذه الغزالة ورأيتها عجيبة، أتهب لي ثلث دم هذا التاجر؟ قال: نعم أيها الشيخ،
إذا أنت حكيت لي الحكاية ورأيتها عجيبة وهبت لك ثلث دمه. فقال ذلك الشيخ الأول: اعلم أيها العفريت أن هذه الغزالة هي بنت عمي ومن لحمي ودمي، وكنت تزوجت بها وهي صغيرة في السن، وأقمت معها نحو 30 سنة، فلم أرزق منها بولد، فأخذت لي الجارية زوجة لي، فرزقت منها بولد ذكر كأنه البدر بعينين مليحتين وحاجبين مزججين وأعضاء كاملة، فكبر شيئا فشيئا إلى أن صار ابن 15 سنة، فطرأت لي سفرة إلى بعض المدائن، فسافرت بتجارة عظيمة، وكانت بنت عمي هذه الغزالة تعلمت السحر والكهانة من صغرها، فسحرت ذلك الولد عجلا، وسحرت الجارية أمه بقرة، وسلمتهما إلى الراعي. ثم جئت أنا بعد مدة طويلة من السفر، فسألت عن ولدي وعن أمه، فقالت لي: جاريتك ماتت وابنك هرب، ولم أعلم أين راح. فجلست مدة سنة وأنا حزين القلب باكي العينين، إلى أن جاء عيد الأضحى، فأرسلت إلى الراعي أن يخصني ببقرة سمينة، فجاءني ببقرة سمينة وهي جاريتي التي سحرتها تلك الغزالة، فشمرت ثيابي وأخذت السكين بيدي وتهيأت لذبحها، فصاحت وبكت بكاء شديدا، فقمت عنها وأمرت ذلك الراعي بذبحها وسلخها، فذبحها وسلخها، فلم يجد فيها شحما ولا لحما غير جلد وعظم، فندمت على ذبحها حيث لا ينفعني الندم، وأعطيتها للراعي وقلت له: ائتني بعجل سمين، فأتاني بولدي المسحور عجلا، فلما رآني ذلك العجل قطع حبله وجاءني وتمرغ علي وولول وبكى، فأخذتني الرأفة عليه، وقلت للراعي: ائتني ببقرة ودع هذا. وأدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، فقالت لها أختها دنيا زاد: ما أطيب حديثك وألطفه وألذه وأعذبه. فقالت لها: وأين هذا مما سأحدثكم به الليلة القادمة إن عشت وأبقاني الملك؟ فقال الملك في نفسه: أقسم بالله ما أقتلها حتى أسمع بقية حديثها. ثم أنهما باتا تلك الليلة إلى الصباح متعانقين، فخرج الملك إلى محل حكمه، وجاء الوزير بالكفن تحت الطه، ثم حكم الملك إلى آخر النهار، ولم يخبر الوزير بشيء من ذلك، فتعجب الوزير غاية العجب. ثم انفض الديوان، ودخل الملك شهريار قصره. هنا كانت بداية الليلة الثانية من حكايات ألف ليلة وليلة. انتظرونا في الفيديو القادم في ليلة جديدة من ليالي الملك شهريار، والأختان شهرزاد ودنيا زاد. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على إعجاب على هذه الحلقة، والصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. دمتم بحفظ الله.